كيبدا الفيلم في غرفة مظلمة ومرعبة. الكاميرا كتسجل لقطات الجيك وهو كينزف ومربوط بطوق ديال الكلاب من عنقه، بينما الصوت ديال المضيف كيهنئو على الفوز ديالو في اللعبة. جيك كان كيسحاب ليه انه ربح وغيرجع للدار، ولكن المضيف كيعلن انه وقت الجولة الاخيرة وصل. كيبانو 3 ديال الصناديق وجيك خاصو يختار واحد منهم. من كيتجر الخيط كيبان سلاح ناري، وبطريقة آلية وباردة كيتم اطلاق النار عليه باش يسالي المشهد بالمقتل ديالو امام الكاميرا. مور هادشي كينتقل الفيلم 4 ديال الاصدقاء كيوصلوا لواحد المنزل صيفي ديال العم جيمس اللي سال حياته من مور ما خسر كاع فلوسه. المجموعه جات للاحتفال بالعيد الميلاد ديال انيتا، كيدوزوا النهار في اجواء زوينه. فجأة كيسمعوا اصوات غريبه خارج المنزل، التوتر كيتصاعد. جيمس كيخرج باش يعرف شنو كاين، وكيرجع ومعه كاميرا في شكال وبالداخل ديالها واحد الشريط. كلشي كيحس بالقلق، وانيتا كتشوف ان هاد الكاميرا فكره سيئه. جيمس كيتباهى بملكيه المنزل، انيتا كتصارحو بان حتى واحد ما كيبغيه وانهم كيتحملوه فقط بسبب فلوسه، وكتقوم بتدمير الشريط. جيمس كيسخط وكيغوت عليهم وكيهينهم وكيأمرهم يمشيو للغرف ديالهم. في ديك الاثناء كيتسلل شخص مجهول للمنزل بلا ما يحس به حتى واحد. من بعد ومن غيكون جيمس كيدوش غيفتح الباب ديال الحمام فجأة. كيستعد جيمس باش يدافع على راسو، ولكن غتكون غير ميليسا بغات تضحك معاه. وبينما الخطر الحقيقي كيواصل الاقتراب في صمت. من مور ما تفرقوا الاصدقاء في الغرف ديالهم، كيبدا ماتيو في تنظيف القمامه في غرفه الجلوس بلا ما ينتبه لضيل كيتحرك في الغرفه اللي حداه. كيلاحظ ان الضوء ديال الكاميرا احمر، ومن كيتلفت كيختفي الضل. كيرمي الزبل وكيطلع للطابق العلوي، وكيلقى انيتا فاقده الوعي، وكيكتشف ان ميليسا حتى هي في نفس الحاله. كيحاول يتصل بجيمس، ولكن شخص غامض كيفاجئو من الخلف وكيدقوا بابره فيها مخدر. مور مده كيفيقوا الاصدقاء بربعه وكيلقاو راسهم مربوطين بسناسل مع الحيط، وكاميرا كتسجل كل شيء. كيشوفوا الخاطف كيصفر وهو كيجهز البلاصه قبل ما يمشي. كيحاول جيمس يتفك ولكن بدون جدوى، بينما الخاطف كيراقبهم ومستمتع عبر كاميرات المراقبه. كيرجع الرجل المقنع وكيقول لهم باللي سميتو باري، وكيبدا العد التنازلي لبدء العرض. كيشعل الضوء وكيكشف على مونيكات كيمثلوا الجمهور مع موسيقى وتصفيق مسجل. كيعرف باري اللاعبين الجمهور وكيفاجئهم بمعرفته تفاصيل دقيقة على حياتهم. كيطلب منهم يلعبوا حجر ورقة مقص، ولكن الارتباك ديالهم كيخليه يعلن لهم على فاصل اعلاني ويرجع لغرفة التبديل. صدفة كيجرح يديه بالمقص. جيمس كيسحاب ليه باللي هادشي اللي طاري غير ضحك البرنامج واقعي، ولكن انيتا كتأكد لهم ان البرامج ما كتخدرش المشاركين، وكتلمح لهم ان جيمس الوحيد اللي قادر على التمويل ديال شي حاجه بحال ما هكا. كيرجع باري بالمقص وكيجبرهم على اللعب. كيقرر ان السيدات هما اللي غيبداو الاولين. كيمنح انيتا انها تختار اي جائزه الى ربحاته. مور جوله مرتبكه كتبدا سلسله ديال العقوبات القاسيه. كيتجرح فم ميليسا وكيتضرب ماثيو بالحجر وكيتقطعوا احد اصابع جيمس. اخيرا كيطلق الرصاص على انيتا، ولكن الرصاصه كتخرج غير عافيه. كيجر السلسله وكتصدم مع الحيط وكتفقد الوعي. مور ساعات كتفيق انيتا وكيبدا الصداع. كيرجع باري وكيكشف على عجله الالام. كلشي كيطلب، وكيعلن باري انه غيمنحهم فرصه اخيره عبر جوله اضافيه. غيشرح لهم باري القاعده الجديده اللي غيعترف باسوأ حاجه دارها في حياته، اما غيعيش ولا غيموت. كيبدا جيمس وكيرفض وكيضربو بالعصا. كيعترف جيمس انه تسبب في حادث سير، وان الاب ديالو تحمل المسؤوليه في بلاصتو. الشخص اللي دار معاه كسيده توفى حيت جيمس ما صوناش للاسعاف. وكيجبروا باري على ذكر الاسم وكيقول ليه اشلي. موراها كيضغط باري العصا على عنق انيتا باش تهضر، وتتعترف انها انشات موقع ماشي حتى ليه باش تامن تكاليف العمليه ديال الام ديالها، وانها نادمه على هذا الشيء. كيجي الدور ديال ماتيو كيعترف انه محتال الكتروني، وانه كيراقب كاع داكشي اللي كيديروا صحابو
في الانترنت، وقدر يقول بجوج ديال المسنين وسرق لي كارد كيشي ديالهم، ولكن ما خداش الفلوس حيت صيفطهم بالغلط للبلوكشين. اما ميليسا فكتعترف باللي باعت بعض كلاب البيتبول لحلبات قتال الكلاب بسبب نقص التمويل في الملاجئ اللي كتخدم فيها، مبرره بان الكلاب كانت غتموت في اي حاله. مور الاعترافات باري كيبزز على ميليسا تدوير عجله الالام. النتيجه كديهم اللعبه جديده، كيعطيها واحد المنظار وخاصها تحدد 3 ديال المدن مشهوره من الثوار، غتنجح في تحديد باري ونيويورك، ومع كل اجابه صحيحه كتقرب واحد البره من عينيها وكتفشل في الصوره الثالثه. الاصدقاء ديالها بداو كيطلبوا باري باش يعطيها فرصه اخيره، ولكن غير كتقيس الزر مره اخرى كتخترق الابره عينيها وكتعم الفوضى والرعب. كيرفض الجميع تدوير العجله وكيدورها باري في بلاصه جيمس، والنتيجه غتكون في اللعبه ديالو المفضله. غيشد واحد الميتقاب وغيقول ليه انه كان غيتبعو على اي حال، غيرمي واحد قطعه النقود وغيربح جيمس بالزار. موراها كيحط الميتقاب في يد انيتا وكيامرها بحفر الودن ديال ماتيو، وكيهددها بحفر ميليسا وجيمس الا ما بغات. كيبدا العد التنازلي وكتجبر انيتا على التنفيذ. كيغوت ماتيو من الالام وكيطيح الميتقاب في الارض وكيتهرس. باري غيتعصب وكيتهم انيتا بانها كسرت القواعد ديال اللعبه، وكينزع الشريط من الكاميرا وكيرجع لغرفه التبديل. تما كيكتب سمية ماتيو على الشريط وكيزيدوا على بزاف ديال الاشرطه اخرين. مور لحظات كيرجع باري للغرفه وكيعلن ان الجوله القادمه غتكون مختلفه تماما. كتبان شاشه كتعلن على لعبه جوكر. القواعد هما سؤال واحد وكل شيء خصو يجاوب، واعلى نتيجه غتربح. وكيقول لهم انه سول 100 شخص عن اكثر جزء في الجسد كيسبب الالام، وخاص الاصدقاء تخمين الاجابات. ماتيو كيقول ليه الراس، وميليسا كتقول الركبه، وكتختار انيتا المعده. جيمس كيحاول يوصل لباري باش يهجم عليه، ولكن السلسله كتجرو للارض. باري كيصرح بالاجابه ديالو حتى هو، وكيقول الرقبه حيت كتسبب ليه الالم دائما. كيبدا باري في كشف الاوراق. الاجابه الاولى الراس، عاد العضلات، عاد الرقبه، عاد الرجلين. كيشير ماثيو الى ان الارقام لا تكتمل. غيلقى باري الورقه الاخيره المعده، والنتيجه ديالها كانت اعلى من العضلات، وهادشي كيعني ان ميليسا هي اللي خسرات. كيجرب باري السناسل، كيخدم المكبس الهيدرولوكي اللي كيبدا هابط فوق راس ميليسا، وكيوقفوا باري في اخر لحظه. كيعلن على جوله اضافيه وكيسول الاخرين واش يبغيو ياخذوا بلاصتها، ولكن ما كيبغيوش. كطلبهم ميليسا وكتبكي، ولكن باري كيخدم المكبس، وهاد المره ميليسا ودعت. موراها كياخد باري الشريط وكيرجع وكيفك الجثه في الوقيته اللي الاضواء كتطفى شويه بشويه. غيبقى يضحك وهو جار الجسد ديال ميليسا. في غرفه التبديل غيحيد القناع ديالو وغيدير في وجهه داكشي اللي دارو في فم ميليسا، وغتبان ندوب وغتاكد ان هادشي ماشي اول مره. في الغرفه كيواصل جيمس جران السلسله وكيسمع صوت غريب. فجاه كيرجع باري ومعه تلفاز وكيعرض فيديو لريبيكا مربوطه على كرسي كتعذب. كيجلس قدام انيتا وكيحيد القناع وكتعتذر ليه قبل ما يرجعو. ولاحقا كيبين الفيديو باري وهو كيقتل ريبيكا بمنشار كهربائي. مور ما مشى غيقول جيمس ان باري مألوف. انيتا كتصحاب ان ماتيو عارف انها كذبات في الهضره ديال موقعها وكيأكد ليها. وكيقول جيمس باللي انيتا كانت كتخدم في برنامج باري ميلر، وكيتهمها جيمس باللي هي السبب في كاع هادشي وكيطالبها انها تقول الحقيقه. كتبدا انيتا في الشرح. باري ميلر كان مقدم برامج مسابقات ناجح بزاف، وهي كانت مع الطاقم ديالو. وفي احد الايام شافوا في الاخبار ان مقدم برنامج حواري توهم بالاساءه، ولكن تبرأ منها مور ما تراجعوا الضحايا على الشهادات ديالهم. حسات ريبيكا بالاشمئزاز بينما تساءلت انيتا واش الراجل بريء ولا لا. اما جيك فذكر ان احد الضحايا امتلك سياره جديده، الشيء اللي كيعني ان الجميع تم الاسكات ديالهم بالمال. كتوضح ريبيكا ان الشركات كتخلص من المترشحين القدام
الاستخدام باش تحمي الصورة ديال القناة، وكتأكد انها سمعت ان باري مفترس واللي غيفتحو غياخد مبلغ كبير غيكفي لاجراء العملية والدة انيتا، وكتدعي ان باري تحرش بها واحد المرة وحيت ما مشاتش معاه كاع ما طرقات، بينما كيشكك جاك في الصدق ديالها. كيتوقف الحديث من كيرجع باري بكعكة عيد ميلاد الانيتا وكيبزز على الجميع يغني، ومن كيقيس كتفها كتعصب ريبيكا وكطالبو بالتوقف عن لمس النساء. من بعد كيقنعوا انيتا بتقديم شكوى للموارد البشرية، ولكن الادارة كتعرض عليها تعويض مالي مقابل توقيع اتفاقية عدم افشاء ومغادرة الشركة. نرجعوا للحاضر، كيرجع باري وكيقترح جيمس باللي ما يتعاقبش هو وتعاقب غير انيتا فقط، وكيعرض عليه يعاونو باموال العائله والعلاقات ديال الاب ديالو. كيتظاهر باري بالحماس باش يرجع للبرنامج ديالو، ومن بعد كيهدد جيمس باللي غيصيفط راسو بابي كادو للاب ديالو، وكيخرج الراس ديال محامي الشركه وكيبزز على انيتا تاكل لسانو. في هاد الاثناء جيمس بقى مقاتل مع السلسله حتى تفكات وهجم على باري، ولكن باري فعل الصاعق اللي مخبي في السناسل حتى غيبوا بثلاثه. مور شويه فاقوا لقاو راسهم مربوطين على طوابل وبانوا ندبات قبيحه في كروشهم. كيعلن باري على اللعبه جديده تحت اسم قرار الشق، وكيرمي السكين لانيتا قبل ما يختفي في غرفة التبديل، وكيوضح في مكبرات الصوت ان السوارت كاينين داخل بطن ماتشي وجيمس، وغير ساروت واحد فيهم اللي خاص باش يتفتح الباب ويخرجوا. غترفض انيتا وغيهددهم باري باللي غيخليهم لداخل حتى يموتوا بالجوع. كيعرض عليها جيمس الفلوس الا ما اختارتوش، وكيبان باللي انيتا غادا جهه ماتشيو، ولكن في اللحظه الاخيره كتختار جيمس. كتشق البطن ديال جيمس وكتدخل يديها حتى كتلقى الساروت وكيموت. كتمشي انيتا كتجري الباب ولكن كتفشل تفتحو. غيضحك عليها باري ويقول ليها باللي ان الباب مغناطيسي الاغلاق. كيعلن باري ان اخر شخص غيبقى عايش هو اللي غيربح، وكيحرر ماتيو من الطاوله. وفي الوقيته اللي شاد فيها الموس كيوضح ماتيو لانيتا انهم ما غيمكنش يتعاتقوا بجوج حيت الفوز غير لشخص واحد. كيعترف انه كيبغيها وغينهي حياته بالسكين، وانا براسي كنت كنتسناه يقتلها. كيهنأ باري انيتا على الفوز وكيطلق غاز منوم. من غتفيق غتختفي الجوتات وغيتفتح الباب. غتدخل غرفه تبديل الملابس وغتلقى اشرطه الضحايا وغتاخد العرابه. غتغسل الدم اللي في الجسد ديالها. في غرفه صغيره غتشوف صوره باري مع الزوجه ديالو وواحد الرسومات مرعبه على الجدران. غتواصل السير غتلقاه في غرفه اخرى كيعرض اللعبه الاخيره. غتجلس انيتا خايفه قدام واحد 3 صنادق وغيقول ليها اختاري واحد من الصناديق وغيهددها باللي غيقتل الام ديالها الا ما اختارتش الصندوق. وغتختار واحد وغتبان حلوه ديال العيد الميلاد. ومن غيكون كيغني غادي تجبد انيتا كارت وغتضرب باري لوجهه وغتهرب. غيسحاب ليها نجات ولكن غيضربها بالضو وغيشرح ليها ان كل ندبه في وجهه كتمثل ضحيه، انها زادت وحده. غيجرها بالسلسله ويخشي ليها راسها في الحلوه وغيسمح ليها بالمغادره. وفجأة غيتحرق وجه انيتا وغيعماو عينيها. غتحاول تهرب ولكن غطيح وتفارق الحياة. غيجلس باري حداها ويغني شعار البرنامج ديالو امام الكاميرا. وفي شريط اخير غيبان هو كيعذب مقدم البرنامج الحواري باش يعترف بالاساءة وان الشركة شرات الصمت ديال الضحايا، وغيقتلو بضربة المطرقة باش يسالي الفيلم على هذا المشهد القاسي.